هو ليه اليهود راحوا لسيدنا عمر بن الخطاب وقالوا له احنا كنا نتمنى ان الآية دي تكون نزلت فينا احنا؟ الإمام أحمد بيقول جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الراجل اليهودي ده جه لسيدنا عمر بن الخطاب وبيقول له أنتم المسلمين نزلت عليكم آية، نزلت على رسولكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لو الآية دي نزلت فينا إحنا اليهود كان اليوم اللي نزلت فيه الآية دي كنا خليناه عيد. فقال عمر وأي آية؟ يعني سيدنا عمر بيسأله آية اللي أنت تقصدها؟ فقال له اليوم أكملت لكم دينكم. فتهلل وجه عمر وقال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله والساعة التي نزلت فيها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة. سيدنا عمر بيقول لليهودي ده وهو مبسوط وحاسس بالفخر أنا عارف الآية دي نزلت إمتى والساعة الوقت يعني اللي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية دي نزلت يوم جمعة وكان موافق يوم عرفة، وكمان نزلت بالليل عشية يوم عرفة. والحمد لله إن يوم الجمعة ويوم عرفة عندنا إحنا كمسلمين أعياد.